السلام عليكم الزينات، كي راكو دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. وقت اللي دخلتكم هذا الفيديو من قناه مطبخ السنور. اليوم باذن الله راح نشارك معكم وصفه بزاف بنينه اللي هي طاغطولات بدوق توفيا كراميل. هاد الوصفه تجي تشوفوا ما تامنوش شحال تجي بنينه، بزاف بنينه، خصوصا محبين توفيا كراميل. عليكم فقط خواتاتي تتبعوا معايا الفيديو للاخير وما تنسونيش بالجيم والبارطاج فضلا وليس امرا. ولأول مرة تشاهد في هذه القناة ندعوها للاشتراك مع تفعيل الجرس بتوصلوا بجديد الوصفات. راح نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله. راح نبدو هنايا في الوصفة. هنا في لي غيسيبيو حطيت 125 غرام مارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، وعندي هنايا نص كيس تاع السكر كلاص كنت غربلته، وسعة الكاس 220 مليلتر. عندي هنايا مغرفة صغيرة تاع لافاني، ورايحة نضيف حبة تاع البيض. اذا كامل هاد المقادير راح نخلطهم بالباتير حتى نتحصل على قوام يكون كريمي. وهنايا عندي نص كاس تاع المايزينا كنت تاني كوا غربلته، رايحه نضيفه للخليط ونخلط بهذه الطريقه. ودروك بعد ما خلطت كامل هاد المقادير غادي نجي هنايا نلمها بالفرينه. عندي هنايا رشه صغيره تاع الملح ما تنسوهاش. رايحه نضيف هنايا الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. وهنا لازم تخلوا لاباط طريه ما تنشفوهاش، ديما لاباط صابلي تاعكم خلوهم طريين باش الكاطو يجيكم مطري، وفي نفس الوقت ما كيما نقولوا ما يتبدلش الحجم نتاعه في الكوشه. اذا هنايا شوفوا العجينه اللي تحصلنا عليها عجينه طريه. اذا هنايا هذو هما الليمون اللي راح نستعملهم هنايا. يعني تقدروا تستعملوا اي ليمون يكونوا عندكم تاع القنيدلات ولا يعني ماشي شرط كيما هادو. هنا راح ندي كويره من العجينه ونبسطها في المول بهذه الطريقه. نحاول هنايا كيفاش نمشي العجينه بهذا الشكل، من بعد نحي كامل هذوك الاطراف. اذا هنا خواتاتي انا كملت كاع الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. من بعد راح نثقبهم بالفرشيطه ولا بالعود خشبي وندخلهم يطيبوا. وهنا يا خياتي بعد ما طابوا دروك راح نزينهم. هنايا عندي طوفيا كراميل وعندي القطايف. هنا تقدروا ديروا جنجلان ولا ديروا نوات كوكو، يعني اللي عندكم تقدروا ديروا. هنا نحكم الحبه تاع الطرطولات ونمسحها بالطوفيا كراميل من الاطراف كما راها موضح في الصوره. من بعد راح نرمدها في يعني هذوك الاطراف نرمدهم في ديك القطايف ولا كما قلت لكم جنجلان ولا نوات كوكو، يعني هنا يبقى لكم الاختيار. هكذا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. وهنايا عندي كميه تاع جوز كنت طحنتها شويه غليظه، رايحه ندير كميه صغيره في التخطولات بهذه الطريقه. وهنا نجو نخدمو كناج الشوكولا. انا هنايا ديت 100 غرام تاع الشوكولا، ضفت لها 3 مغارف كبار تاع الحليب وزوج مغارف كبار تاع الزيت، نحطهم على حمام مائي ونبدا نخلط حتى نتحصل على كناج الشوكولا. يعني هنايا ما غادي نستحقوا لا مارغرين ولا كرامفاش باه نخدموا هذا الكناج الرائع. وحتى اذا شفتوها هنايا تكتلت وشدت روحها عادي كملوا خلطوا، يعني حتى تقدروا هنايا تزيدوا شويه تاع الحليب تتحصلوا على هذا الكناج. شوفوا هنايا يعني للاسف هنا المقطع راح لي في المونتاج، يعني كنت درت معكم كاع الخطوه بصح راح لي في المونتاج. شوفوا هنا الكناج اللي تحصلنا عليه، يعني هنا ما درنا لا كريم فريش ولا حتى مارغرين. وهنا راح ندير شويه تاع طوفيا كراميل، نحط شويه. هنا البنات ما تكثروش بزاف كميه تاع الطوفيا كراميل، يعني لازم الطوفيا كراميل والشوكولا يجوا نص نص، يعني يجوا كي نقولوا قد قد. وهنا راح نبدا نعمر في الكناج الشوكولا. هاد الكناج تاع الشوكولا راح ينشف لكم بصح يقعد لكم طري. يعني شوفوا هنا غادي كي تمسوه ما تحسوش كي نقولوا يتلاصق، بصح كي تاكلوه غادي تلقوه طري. يعني هذه الشوكولا ما تجيش كي نقولوا يابسه. صدقوني هاد الطاغطولات يجوا بزاف ابدا، نتمنى تجربوه. من بعد هنا ندير حبه تاع الجوز
انا نكمل كاع الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. من بعد حتشوفوا الوصفه جاهزه معايا في الصحن التقديم باذن الله. اذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم اللي كانت عباره على تارتولات بطوفيا كراميل. صدقوني يا البنات غير جات بزاف بزاف بنينه. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم وجربوها. واذا عجبكم الفيديو لنهار اليوم ما تنسوليش خواتاتي الجيم والبارطاج فضلا وليس امرا. وما عليا في الاخير غير نقول لكم انتظروني في فيديو جديد وصفه جديده باذن الله.